السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. قبل ما نبداو الفيديو ديروا جيم للفيديو واشتركوا في القناة ونقولكم مرحبا بكم في هذه القناة. جبت لكم اليوم فيديو وعدتكم به من قبل، راح نهضروا فيه على بعض التفاصيل اللي تهم بزاف قنوات راهي حالة ولا راهي منشئات، يعني عندهم محتوى وراهم في البدايات تاعهم. نقدر نعطيكم اليوم بعض النصائح اللي راح تستفادوا منها بزاف في مشواركم مع اليوتيوب. هذا الفيديو كنت متردة اني خدمه ولا نديرها لكم على خاطر ممكن يعني فيه يعني خطر على هذه القناة، على خاطر في الفيديو السابق سقسوني متتبعات على الاسعار تاع ليشان وكامل. قلت لكم باللي راح ندير لكم فيديو. بزاف اللي قالوا لي باللي دعمينا، قلت لكم نعم، راح ندعم القنوات، نحط الروابط تاع قنواتكم في القناة الكبيرة، في القناة الكبيرة في المنتدى. يعني راح نقدم المساعدة للناس، مساعدة مجانية يعني بدون مقابل. أول شيء نقولكم الحمد لله فبنعمته تتم الصالحات. راني تحصلت قبل 6 أشهر حوالي في جوان ولا جويي على الدرع الفضي تاع 100,000 متابع ولله الحمد. أول حاجة سقسوني عليها، قالوا لي هذا الدرع اللي تحصلتي عليه هل له مقابل مادي؟ هل يعني اليوتيوب يعطيك مكافأة عليه؟ باش تعرفوا يعني راح نكون معكم واضحة وصريحة في هذا الفيديو. قلت لكم راح نهضر على تفاصيل بزاف، تبعوا هذا الفيديو حتى للتالي. أول حاجة الدرع تحصلت عليه هو عبارة أي وحدة تتحصل على الدرع ولا أي وحدة لديها قناة لما توصل 100,000 متابع راح اليوتيوب يعطيها مكافأة تاع الدرع. هذا الدرع يرسلوه لها من الأمريكان، فيه 100,000 متابع ودايرين فيه اسم القناة تاعها. وتبغي تكتبي يعني ما تكتبيش اسم قناتك، تبغي تكتبي الاسم تاعك الشخصي فيه عادي، يعني هما يعطوك حرية الاختيار شو تكتبي فيه. وبعد ما قرابة أنا 4 أيام 5 أيام على ما أعتقد 5 أيام كأقصى حد كان عندي، يعني جابوه لي حتى للدار. عفوا حتى الولاية ماشي للدار، انتي تروحوا للمكتب تاع التوصيل وتخرجوه يعني تكملوا الإجراءات تاعكم. هو عبارة عن درع فضي، ما هو مقابل مادي ما والو، يعني غير مكافأة تشجيعا لمنشئ المحتوى. يشجعوه باش يقولوا له باللي راك خدام مليح، يعني راك قناتك وصلتها ل100,000 متابع، يعني هذا راه إنجاز كبير والحمد لله. والناس اللي سقساتني قالوا لي على القناة هل راكي تبيعيها؟ من فتحتي الزوجة بتبيعيها؟ قلت لكم هذيك القناة مخصصة للترندات، وحليت هذيك الماسة الحمراء، درت لكم كيما الشروق الحمراء والشروق الزرقاء. ماسة الزرقاء تاع اخبار وترندات، والماسة الحمراء راهي تاع يعني الزيادات في الأجور، القوانين الجزائرية، مراسيم تنفيذية، الجرائد الرسمية. يعني المحتوى القديم تاع ماسة الزرقاء درسه في ماسة الحمراء. بالنسبة لسؤال تاع البيع حاليا ما رانيش نخمم شو سقسيتوني، مستقبلا الله أعلم. يعني باش نكون صريحة ولا نقول لكم باللي لا أنا مانيش ما راحش يعني نبيعها ولا. المهم قلت لكم حاليا لا، مستقبلا الله أعلم. حاجة واحدة أخرى نهضروا على فتح قناة، إنشاء قناة. شوفوا أي وحدة راهي باغية تفتح قناة، تحل قناة، تدخل عند تكتبي رؤية للمعلوميات ولا كتبي متوحد فكرة وكتبي عنوان تاع كيف أنشئ قناة، دخلي في اليوتيوب كتبيها، راح يعطوك تفاصيل مملة. شوفوا باش تنشئي قناة يعني نجاوبكم على كامل الأسئلة في هذا الفيديو راح يجي طويل بزاف. إلا بغيتوا أنا ندير لكم كيفاش ننشئها خلوا لي في التعليقات، ندير لكم فيديو سبيسيال غير كيفاش ننشئها، على خاطر قلت لكم غير الإنشاء ممكن يعني نقعد نشرح لكم فيه يدي وقت كبير. اما في بدايه يعني كي تفتحي القناه صايي فتحتيها درتي لها الصوره، اختاري لها صوره تعبر على محتواها. انا ننصحكم الان بالمحتوى النسوي، على خاطر الان اللي الوقت رانا فيه النساء قاعدين في الدار يتفرجوا الطبخ، يتفرجوا يسمعوا القصص. كاين قنوات تاع قصص مثلا نجحوا في عام عامين، نجحوا على خاطر كيما هذيك العباسيه ولا كاين بزاف قنوات عام عامين 3 سنين ماكسيموم نجحوا ولاو يعني كنت تروحي وحده تاع طبخ هذاك النجاح بالك راهي في 10 سنين ومازال ما وصلتهاش. قلت لكم ديري محتوى نسوي، يعني نهضر على فئة النساء، ديري محتوى نسوي، قصص كيف تقدمي اللي تكون يعني شابة عقلها، عندها يعني معلومات. مثلا نقول وحدة جامعية
ولو انت جامعيه والاختصاص تاعك كنتي علم النفس في الجامعه، يعني عندك حلول لبعض المشاكل، مشاكل تاع تربيه الاطفال، مشاكل تاع الازواج، تقدري تفتحي قناه وتمدي نصائح للنساء يستفادوا من ديك المعلومات اللي قريتيهم. صح ما توظفتيش عند الدوله، بصح تقدري تمدي هذيك المعلومات تؤجرين بها، وفي نفس الوقت راكي تكبري بها القناه تاعك. وفي فيديوهات قادمة راح ندير لكم كذلك فيديو نعطيكم فيه بعض المحتويات الرائجة اللي تنتشر بسرعة يعني وتحققي بها الشروط. نهضروا على الشروط. أولا 1000 متابع في بداية تنشري اللي تنشري في لي جروب تاع فيسبوك تاع الولاية تاعك، تتبعتي لزميلتك. ونعطيكم نصيحة، ما تمدوش هذيك القناة كي تفتحيها جديدة ما تمديهاش، يعني كاين الناس اللي كما نقولوا تفشلك نهار الاول، تقولك بعدا انت بيت تنشحي قناتك، انت قناتك بعدا بيت تكبر، كي تعيي تضيعي في وقتك راكي يعني المجتمع تاعنا دائما المحيط يكون سلبي ومنتقد، وكون يشوف واحد من البعيد، واحد من البعيد ممكن يشجعك، بصح هذاك القريب توجور حتى لو كان يتفرجك ممكن والله العظيم صدقوني نعرف بزاف من صديقات ومن بزاف يتفرجوا لي انا القناه تاعي كنت مديتها، ممكن صديقه ولا زوج تتفرج لكن ماشي دايره الابوني. حتى نقولوا حنا بعض كاين قنوات الاقارب تاعهم يتفرجوا ماشي باش يشجعوا ولا يدعموا هذيك القناه، يتفرجوا باش كما نقولوا يقرعجوا ولا ينسنسوا ولا يشوفوا الجديد تاع هذاك الشخص القريب ليهم. هو كنت تدخلي لقناته، تدخلي في التليفون تاعه تلقايه ماهاش داير ابوني، ما ابونيش وما يديرش الجيم، بصح يتفرج علاه باش يعرف الجديد تاعك وينسنس عليك كما يقولوا. وما اكثرهم. وانا نقول لكم ما تفشلوش باش تلمي السوايع، لازم تبارطاجي، تخدمي الاولى حاجه الاولى تخدميها، خدمي موضوع نسوي شباب. نعطيك باغ اكزومبل دائما نعطيكم بالمثال اللي قلته لكم تاع مثلا علم النفس. واحده قرات علم النفس مثلا ديري عنوان كيف اعالج ابني العصبي، هذا اكزومبل ابني العصبي، وديري صوره ملفته تكتبي عنوان شباب، وداخل الفيديو ديريه طويل، من الاحسن ديريه طويل باش يلملك السوايع. يعني كل واحد يتفرج زوج دقائق يعني راح تلمي هذيك 4000 ساعه. كان اللي يديرها في 3 اشهر، كان اللي يديرها في 4 اشهر، كل واحد وشحال يقعد من المده باش يلايمها. وكما قلت لكم انا راني ندعم في القنوات الناشئه، فتحوا قنوات، قلت لكم دخلوا اليوتيوب شوفوا كيفاش يفتحوا قناه، وانا راح ندعمكم، خاصه اللي نلقاها بارطاجات هذا الفيديو، واللي نلقاها ابونيا، واللي نلقاها مخليه كومونتير. راح نعاونكم، نحط لكم القنوات تاعكم في رابط قناه مساء الزرقاء. هذه النقطة. وتاني كاين شيء آخر، سؤال بغيت نجاوب عليه في هذا الفيديو. سقسيتوني قلت لكم على الدعم ما عندهاش مقابل مادي، هو عبارة عن هدية رمزية ولا هدية مادية كي تشوفيها يعني ولا تعلقيها عندك في الدار، تعلقيها عندك في المكان العمل تاعك، يعني يعني راهي جائزة نادرا اللي يدوها، يعني بزاف كان عندها سنين وحال قناة ومازال ما داش الدرع الفضي. وباش تدير في الدرع الفضي ما يكونش عندك يعني مشاكل في القناه، ما تكونيش دايا انذارات وتحذيرات، يعني تكوني كما نقولوا ستريكت. كان هذا هو فيديو اليوم. خلوا لي ارائكم في التعليقات وقولوا لي المواضيع اللي راح نهضر لكم عليها في الفيديوهات القادمه.